الحمد لله لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا. إلهي نظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا، وقطرة من بحر جودك تملأ الأرض ريا. الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول زمان. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول زمان. عام مضى من عمرنا في غفلة، فتنبهوا فالعمر ضل زمان. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. وأشهد أن لا إله إلا الله يعلم بحالنا وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء في ذلك أقوالا عدة، منها قال بعضهم: الصوم سر بين العبد وربه، لا يعلم صدق العبد إلا الله. لا يعلم صدق العبد في الصوم إلا الله، ولا يعلم كذب العبد إلا الله في الصيام. لذلك تصديقا لهذا القول، حينما يجتاز العبد الصراط يقول الله تبارك وتعالى: يا عبدي كانت هناك عبادة في الدنيا لا يعلمها إلا أنا، ألا وهي الصيام، ادخلوا الجنة من باب الريان. نسأل الله تعالى أن نكون منهم. وقال آخرون، الإمام الشيخ الشعراوي عليه الرحمة والرضوان: ما تقرب شخص لشخص مثل ما يتقرب المؤمنون لله عز وجل في الصيام. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائد جمعنا إلى جنات ربنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى تورمت قدماه. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى، بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء. فإذا خطبت فللمنابر لذة، تعر الندي وللقلوب بكاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم وأنعم وتحنن وتلطف على من أرسلته رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على العباد أجمعين إلى يوم اللقاء والدين. وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الأطهار وصحابته الغر الأخيار. وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا ببركاتهم أجمعين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة القاصرة المذنبة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار الصالحين، ووصية الله تعالى في وفيكم وفي العباد أجمعين إلى يوم اللقاء والدين.
أما بعد، فيا أيها الصائمون، حياكم الله تعالى جميعا، وأسأل الله العظيم القدير الذي جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الدقائق المباركة أن يقول لنا يوم القيامة: ادخلوا من باب الريان. آمين اللهم آمين. أيها الأكارم، قبل كل شيء الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان، الحمد لله الذي أطال في أعمارنا حتى أدركنا شهر رمضان. كنا في الجمعة الماضية نقول: اللهم بلغنا شهر رمضان، فالحمد لله الذي استجاب لنا دعاءنا فبلغنا شهر رمضان. ويا رب، من لم يبلغ معنا هذا الشهر وهو الآن تحت التراب، نسألك بمنك وعفوك أن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. ويا رب، من لم يستطيع الصيام لعذر من الأعذار، لمرض، فيا رب أنزل عليه منك وعطائك وشافه شفاء لا يغادر سقما. ومن حبسه عذر من الأعذار كسفر أو غربة، فنسألك يا رب أن ترجع به إلى أهله سالما غالبا. أيها الأكارم، معاشر الأحبة، نحن الآن في وسط خير من الخيرات، وفي سر من الأسرار، وفي عطايا ومكرمات لا يعلم بها إلا الله. أيها الأكارم، كان سلفنا الصالح يسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان قبل 6 أشهر، فإذا بلغهم رمضان وصاموه وقاموه وعبدوا فيه الله عز وجل، سأل الله عز وجل أن يتقبل منهم 6 أشهر. يعني يسألون الله عز وجل قبل رمضان 6 أشهر، وبعد رمضان يسألون الله القبول 6 أشهر. أيها الأحبة في الله، سأذكر لكم حديثا واحد ولا أطيل على حضراتكم، حديثا واحد، وقس على هذا الحديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كيف كان ينظر إلى شهر رمضان. روى الإمام أحمد والإمام ابن ماجه والإمام البيهقي بسند صحيح رحمهم الله تعالى أجمعين أن سيدنا طلحة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قدم رجلان من بلي من قضاعة، يعني من أحياء العرب. شلون احنا في حي الوزيرية تابع للرصافة، حي الجامعة تابع للكرخ، من بلي من قضاعة من أحياء العرب، شابان قدما إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأسلما، فكان أحدهم أشد اجتهادا من الآخر، فخرج هذا المجتهد لغزوة من الغزوات فاستشهد في سبيل الله، فبقي الآخر الثاني بقى، فبقي الثاني بعده بسنة كاملة فمات موت طبيعي. فقال سيدنا طلحة: رأيت في
الصديقان اللذان أسلما فاستشهد أحدهما وبقي الآخر ومات بعد أخيه بسنة، إذ بباب الجنة وإذ بهذين الرجلين. بينما أنا كذلك فخرج خارج من الجنة، ملك من الجنة، فتح الباب فأدخل الذي مات الآخر، يعني الذي مات ثانيا أدخله قبل الأول، ثم دخل ثم خرج فأدخل الأول الذي مات في سبيل الله، ثم دخل ثم خرج فقال لي ارجع فلم يؤذن لك الآن. يقول فاستيقظت من منامي. يقول سيدنا طلحة فأخذت أحدث هذا الحديث، هذه الرؤيا بين الناس، حتى وصل الخبر إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما الذي يجعلكم تتعجبون من ذلك؟ يعني أنتم متعجبين من هذه الحادثة، من هذه الرؤيا؟ دخل الجنة الثاني قبل الأول الذي مات في سبيل الله. نعم أيها الأكارم، ولما لا نتعجب؟ حينما قرأت هذه الرواية هذا الحديث تعجبت أنا، وأنتم كذلك تتعجبون. يعني رجل قتل في سبيل الله، ورجل مات موتة طبيعية. عقلا في عالم الأسباب الذي قتل في سبيل الله يدخل الجنة أولا عقلا، لكن في ميزان الله عز وجل الرجل الثاني الذي مات موتة طبيعية دخل قبل الأول الذي مات في سبيل الله. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تتعجبون من هذا؟ أوليس الذي مات ثانيا مكث بعد أخيه بسنة كاملة؟ قالوا بلى يا رسول الله. اسمعوا أيها الأكارم، اسمعوا إلى هذه العبارات، والله تكتب بماء العين. قال: أوليس الذي عاش بعد أخيه سنة كاملة؟ قالوا بلى يا رسول الله. فماذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟ ماذا قال أيها الأكارم؟ ماذا قال أيها الصائمون؟ صل على طبيب قلبك. قال: أوليس قد بلغ رمضان؟ الثاني: أوليس قد بلغ رمضان؟ قالوا بلى يا رسول الله. أوليس قد صام رمضان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: وصلى لله كذا وسجد لله كذا وعبد الله كذا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: فإن الذي بينه وبين الأول أشد بين الذي بين السماء والأرض. سنة بين الأول والثاني أشد وأبعد من الذي بين السماء والأرض. هذا هو شهر رمضان أيها الأكارم. عقلا السامع منا على هذا الحديث الصحيح، رمضان صيامه قيامه عبادته أعظم من الجهاد في سبيل الله، أعظم قياسا على هذا الحديث. أيها الأكارم، العبادة في شهر رمضان، النفل السنة في رمضان تعدل فرض، والحسنة في رمضان تصل إلى 70 حسنة، ومنهم من قال تصل استنادا لقول الله تبارك وتعالى: والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 حسنة في رمضان. تعلمون أيها الأكارم، خير السنة
11 شهر مكرمات، 11 شهر بركات، 11 شهر عطايا، 11 شهر قد جمعها الله عز وجل في شهر رمضان. هذا شهر رمضان يا كرام، شهر الخيرات، شهر الأسرار، شهر العطايا، شهر المكرمات. تريد أن تعلم أعظم عمل في الإسلام، أعظم عمل وخير الأعمال؟ جاء رجل في الحديث المتفق عليه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ شنو أحسن شيء في الإسلام؟ فقال: أن تطعم الطعام وتسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. خير العبادات، أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم إطعام الطعام، إطعام الطعام. وقبل أيام ومن هذا المكان المبارك جزا الله تعالى كل خير كل من ساهم وسعى في سلات رمضان وجبة إفطار الصائمين. قمنا بتوزيعها في ليلة رمضان، وذهبنا والله والعبد الفقير بفضل الله تبارك وتعالى منذ عام 2010 حينما كنت إماما في جامع الفضل الكبير. عندنا قائمة في ذاك الزمان كانت العوائل المتعففة ورقم الدار والاسم المنطقة، أكثره من منطقة الفضل. قمنا بتوزيعها في ليلة رمضان، والله العظيم وجدنا عوائل والله العظيم يدمي القلب حزنا له. والله قد مكثوا ويسكنون في بيوت والله العظيم أجلكم الله وأعلى الله مقامهم، أي الحيوانات لا تسكن في هذه البيوت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن. أقول ما تسمعون، فإن لله ملائكة يستغفرون، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله غفار الذنوب، ستار العيوب، علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا وسندنا وملاذنا وتاج رؤوسنا ونور أبصارنا وطبيب قلوبنا ومؤسس عزنا ومجدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء، فقد طالما استغررت في العصيان، ولي شفيع إذا ما حان اللقاء غدا، هو المشفع لي في جرمي وإخلالي. صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. عباد الله، إن الله تعالى قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكة قدسه، ثم ثلث بكم بالعالمين من إنسه وجنه، فقال قولا كريما تعظيما وتفخيما لقدر نبينا وتفهيما لنا وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت القلوب وغذائها، صلاة ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. وفي الختام، اللهم إنا ندعوك ونتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر من نصرنا ونصر الدين، اللهم انصر من نصرنا ونصر الدين،
واخذل من خذلنا وخذل الدين، واخذل من خذلنا وخذل الدين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم اجعل هذا الشهر شهر يمن وإيمان وسلم وإسلام وسلام علينا وعلى العراقيين خاصة وعلى الأمة الإسلامية عامة. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا ووالدينا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا وأموات المسلمين من عتقاء شهر رمضان. اللهم بلغنا ليلة القدر يا الله. اللهم بلغنا ليلة القدر يا الله. اللهم اجعل بلدنا العراق بلدا رخيا رخيصا مدفوعا عنه الغلاء والوباء وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر وارحم كل من أنشأ هذا المكان وعمل فيه لله من خير وإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.